شو شايفك هايص لايص. ها شو بدك تقول مثلا لليوم؟ بالله عليك تتركني بحالي. اوف، شو حكينا؟ ما حكيناش اشي. بدي أقول زي جر الحرير على البلان. شو البلالان هذا ايه مش فاهم. البلان ألف لام باء لام ألف نون. شو يعني؟ البلان أو النتش بسموه بالفلسطيني نبات عنده شوك. فاهم عشب شائك. اصلا انت كل مواضيعك شائكة على الاخر. مشكلتي شائكة معك متأصلة. الإشكالية بالموضوع إنه مش حضرتك سألت؟ المفروض أجاوب. الحرير بنمزق إذا انسحب عشوك البلان، هذا بيقولوه أو بضربوه المثل لخراب الشيء أو لإمكانية وقوع الضرر الأكيد نتيجة التصرف الخاطئ، زي ما بتعمل معي، زي جر الحرير على البلان. فهمت؟ أنت ليش ماخذ فكرة عاطلة عني؟ أنا بدي أفيدك. فكرش بفهمش أنا بالأمثال. بعرف مثل تاني، زي الجعران بيوكل بيطير في العالي، زي الجمل الأجرب. الله يكرفك. ليه؟ هذا مثل وهذا مثل، ولا انت مثلك ماشي واللي مثلي مش ماشي؟ لناس وناس، انا عارفك من هدول. انت وديني تجيك او قل لي واستنى. يا حبيبي كل هذول اللي حكيت الأمثال تجيك ومش أجيك. معلوم، امثال اخترعتها خصوصي لا إلك. اسمع راسي وجعني قبل التصوير بحياتك. مثل الجمل اللي بيعرج من شفته انت، هذا اللي بتحجج حجج غير منطقية. كل مرة مريض، تعبان، مش قادر أصور. اليوم طلعت أوردر عجينين، مش راح مني، كل البرامج على ظهري. انت برنامجك زي تكة السيجارة، بكبك. هاي كلمة بيقولوها للي بضل يتشكون زيك، بكبك. اللي بيخاف من الجن بيطلع له جن يوكلك يا زلمة. غير منطقي تضلوا تحكوا والتصوير مبلش شباب. هيو طلع لك كل يوم بتحكي لنا نفس الحكي. ما هو مهمتي انق على راسكم عشان ننجز. يلا انجز تصوير فقرة الحكاية اللي بعده. ما أبرد قلبه بليد ومالك دعوة، يعني مالك دخل، ومالك عين يعني ما بتجرو، أو بمعنى عامل شغلي وعينك مكسورة مش قادر ترفع عينك فينا. وبيقولوا بالفلسطيني ما أموته يعني ما أبلده، خدر بتحركش وما بمل العين يعني تافه، ومات وشبع موت، مات من زمان وصارت عظامه مكاحل. الله يرحم أمواتنا جميعا. ما رفله جفن وهو شايف صاحبه متضايق يعني ما اهتم لصاحبه، وماسك قلبه بإيده يعني ظنان ماشي الحال مسطورة والحمد لله، وما عندكش دم قليل النخوة، وما بسوى قشرة بصله يعني فيش فايدة منه، وما لحن وعقر يعني أكل في الصحن وتفيه يعني ما بتأمن له، بيغدر غدار. إحنا دافنينه سوا. في كثير منكم بيعرف المثل وبيعرف قصته، وفي ناس بيعرفوا قصته بس ما سمعوها مني. خلينا أخرفكم إياها. 2 أصحاب كان وضعهم أسخن من بعض، يعني بتسأله شو بتشتغل بيقول لك بدور على شغل، الله يفتحها علينا. هالتنين فيش شغلة زبطت معهم، تقول قارهين عند نفس الشيخ، وكان عندهم حمار شروه أيام العز يناقلوا عليه بيكا وقمح من البيدر ويأخذوا أجارهم يتقاسموه، يعني زي اللي بالزمانات كان عندهم تاكسي عمومي سيرفيس ام 6 أبواب المرسيدس، كانت تحمل ركاب على جسر الملك حسين وتناقل بين المدن والقرى، كل واحدة لون. لحقوها جيل الثمانينات وبجوز أول التسعينات يتذكروها. كان شوفير العمومي إذا أجا طلب وحدة يقولوا شو والله جخة تضحك بعبها، اللي صار لها ما صار لحدا. أجاها شوفير عمومي مع احترامنا للكل، بس المقصد إنه مش أي حد بأخذ الرخصة، ورخصة العمومي بدها تعب، والشوفير مثقف وفهمان
وهاي تحية من هون لكل شوفيرية الفردات والتكاسي على راسي، الله يعينهم، شو بيتعبوا، يعطيهم العافية. ومرات وأنا بخرف بميل شمال ويمين، لا تواخذوني. بنرجع لاثنين اللي عندهم حمار، كانوا يستخدموا هالحمار بالتنقل، بنقل الأحمال. الحمار كان روحهم، حبوه كثير، اعتبروه واحد من العيلة، ما بيفرقوه عن أخوتهم، وسموه أبو الصابر. هالحمار المسكين زحلق وهو بناقل بالشوالات من محل لمحل، من محل عالي سقط في الواد. نزلوا اثنين زي المجانين يدوروا، وينك يا ابو الصابر، وينك يا غالي، وينك يا حبيبي الشعب. لقيوا دمه نازل يا لطيف، قاموا لفوه بالشوال اللي ما ضل فيه ولا حبة قمح، طرن بالهوى وهن ساقطات. وعليم الله السنة الجاي الجبل ليتعبى قمح، لفوه بالشوال وحفروا له حفرة ودفنوه، وقعدوا حد قبره يندبوا حظهم. ولا ايش؟ مرق عليهم واحد تقي مؤمن، قال لهم مالكم؟ قالوا له فاقدين، فعزاهم وقال لهم رحمة الله عليه، عظم الله أجركم. بس مين اللي مات؟ قالوا له أبو الصابر، ما في مثله، أمين صبور بتحمل، شو بتعطيه بيحمل، وعمره ما شكى ولا بكى. الزلمة حزن على أبو الصابر التقي صاحب الأخلاق، فقام الزلمة ناولهم كيلو تمر وليرتين ذهب، قال هدول اشتروا فيهن اشي ووزعوهن عن روحه. هدول اثنين طلعوا شياطين، قالوا والله فكرة هاي، خلص خلينا نبني له مقام، والناس بتيجي تزور وبتجيب لنا العطايا والهدايا ومنوزع عن روحه. وفعلا بنوا مقام أبو الصابر على أساس أنه هو ولي من أولياء الله الصالحين. والناس سمعت بالمقام، مقام أبو الصابر، وصاروا ييجوا يتملسوا منه وينذروا نذور من النذر، يعني زي لما تقول والله إذا نجحت لجيب صدر كنافي أوزعه عليكم كلكم، وهيك الناس تنذر وتيجي توفي نذور وتدفع بالصندوق المخصص لجمع التبرعات والبركات. وهيك كل يوم بعد ما يروحوا الناس من مقام أبو الصابر يفتحوا هالاثنين الصندوق ويقسموا، لحد ما يوم واحد من الأصحاب على وقت القسم ما أجا، صار معاه ظرف وكلنا الغايب عذره معه وما قدر يجي، فقام الثاني وقسم كل اللي في الصندوق إله، يعني ما قسمش على اثنين، أخذ كل إشي في الصندوق. تاني يوم صاحبه أجا قال له وين حصتي؟ إيه ما لقيتش إشي في الصندوق. شو بتحكي؟ قال له رحمة الشيخ أبو الصابر. فرد عليه صاحبه قال له شو انت صدقت انه شيخ ابو الصابر؟ شو ما احنا دافنينه سوا، واذا زودتها بدعي عليك وبرفع ايدي وببركة ابو الصابر انه الله لا يبارك لك باللي قسمته اخذته وما خليت لي اشي منه. وهيك اثنين اللي عندهم سر وعارفين كل صغيرة وكبيرة ما ييجوا يدهلزوا على بعض. والدهليز يعني الممر اللي بعبر منه الواحد، يعني ما يجوا يسوقوها، ما احنا عارفين البير وغطاء ومارك عسنازنا كثير تام قلعين طواحين وعارفين كل صغيرة وكبيرة وعارفين القصة من طقطق لسلام عليكم. بس قبل لكلكم سلام عليكم بدي إياكم تكملوا لي هالمثل. ركزوا معي. طيع بكاياتك، طيع بكاياتك يعني الاشي اللي بخليك تبكي اللي ببكيك، فطيع بكاياتك ولا كملوا. طيب الكلمتين اكتبوهن بالتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تشوف مين عارف إكمالة هالمثل. وسلامتكم.